بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله في درس جديدة من فيزيك أوبتيك جيومتريك بارتي تاع لي لونتية من موقع والدراسة في الجزائر قناة تيسير الرحمن الرحيم. قبل ما نبداو لازم هذا واسمو سيد باستغفار اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نبداو من موقع والدراسة في الجزائر. أول حاجة لي لونتي. ما هي لي لونتي؟ Une lentille est constituée d'une matière transparente délimitée par deux faces dont l'une au moins est sphère. On distingue deux formes des faces de type lentille suivant. عندك زوج انواع من لي لونتي. عندك اول حاجه لي لونتي ديفيرجون. لي لونتي هنا لي لونتي ديفيرجون. لي لونتي ديفيرجون لي لونتي ديفيرجون وهم العدسات المبعدة وهي غليظة الحافة ولها أيضا ثلاث أشكال. كيف تعرفها؟ ديفيرجون هي غليظة الحافة. هاي غليظة الحافة تسمى الحافة تاعها كبيرة. هاي شوفوا هنا وهنا 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 وهنا. هذا مكان. نتعرفوا على الأنواع تاع النوع الأول هو بلون كونكاف. النوع الثاني هو بلون كونكاف. كاين تسمى بلون هاو البلون والكونكاف هاو الكونكاف هذا الشكل. النوع الثاني بيكونكاف تسمى في زوج يكونوا اثنين كونكاف. النوع الثالث مينيس ديفيرجون. واش معناتها مينيس ديفيرجون؟ معناتها مينيس تسمى راهو شوفوا باعتبار لونتي زوج ديوبتر سفيريك كيما هنا، حيث أن كل ديوبتر عنده اس لا سوم اس. هنا مينيس تسمى اس تاع الديوبتر الأول هي نفسها اس تاع الديوبتر الثاني وتساوي نسميوها في اس وحدة. تسمى يكون البعد بين اس واحد و اس اثنين مهمل. هذا ما كان يكون صغير باش نقدروا نعتبروها. النوع الثالث هو العدسة المقربة وهي ما فهمت شيء بها الكاميرا. لي لونتي كونفيرجون هما اللي يكون العدسات المقربة وهي رقيقة الحافة. الحافة تاعها تكون رقيقة ولها ثلاثة أشكال. الشكل الأول هو بلون كونفينكس. كاين تسمى البلون وجهة كونفينكس. بصح شوفوا هنا بلون كونكاف أو مش كما الكونفينكس. الثاني بي كونفينكس زوج كونفينكس. النوع الثاني مينيس كونفينكس. كما قلنا اس واحد على اس اثنين يساوي اس. تسمى الطول بين اس واحد و اس اثنين هو مهمل. العدسات المقربة وهي رقيقة الحافة وهذا الأشكال. نروحو تعريب باللغة العربية. العدسة وهي وصف شفاف متجانس محدود بوجهين كرويين أو بوجه كروي وآخر مستوي. المحور الرئيسي هو المستقيم مر من مركز التكوير والمستقيم المر من مركز التكوير والعمودي على الوجه المستوي. هذا مكان. المحور الرئيسي هو المر من هذا هو المحور الرئيسي. هذا هو المستقيم مر بين مركز التكوير والمستقيم مر مركز التكوير والعمودي على وجه المستوي. هذا مكان. نكملوا هنا. عندك قطرة فتحة العدسة وهو القطرة اي. ها هو اي كي قطر العدسة من حتى له. هذا هو قطر العدسة لدائرة عدد العدسة. نقول أن العدسة رقيقة إذا أمكن مهملة سمكها اس واحد. رقيقة هي مينيس. أما ار واحد و ار اثنين فيمثلان نصف قطر الكريتين اللتين يشكلهما قطع من العدسة. وهنا نحتاج شو كما ار واحد. هذا هاي العدسة هذه ار واحد تاعها يكون من وهو نفسه مع لو سونس دو بروباغاسيون تسمى يكون موجب. بينما هذه الدائرة هاهي تسمى ار تاعها يكون من تسمى راهو سالب. نكملوا. المركز البصري او للعدسة هو منتصف قطعة مستقيمة اس واحد و اس اثنين. كي تبغى تحددوا او والتي يمر بها المحور الرئيسي و عدد لا نهائي من المحاور الثانوية. هذه الملاحظة تحتاجوها ويجيكم في الكونترول كيسيام على هذه أو يجيكم بالفرنسي مش بالعربية. حاولوا تهزوا هذه المعلومة. المركز البصري أو العدسة هو منتصف قطعة مستقيمة والتي يمر بها محور رئيسي وعدد لا نهائي من المحاور الثانوية. عندك
نوعين من العدسات الرقيقة، عدسة مقربة وعدسة مقربة. نجيو هنا برك تمثيل العدسات المقربة هي العدسات كونفيرجون، يكون بسهمين نحو الأعلى والأسفل. تمثيل العدسات المبعدة اصطلاحا بالرمز واحد نحو الأعلى يكون نحو الأسفل. هذه ديفيرجون وهذه كونفيرجون، لازم تحفظوا هذا التمثيل. كونفيرجون وهذه ديفيرجون. روحوا هنا خاصية 5 دقائق، خاصية المركز البصري. كل شعاع ضوئي مار من المركز البصري أو لعدسة مقربة ومبعدة فهو يعتبر عن خط مستقيم دون انحراف. والله يا الميكرو فزت. نكمل. عندك هنا خاصية المركز البصري، كل شعاع ضوئي مار من المركز البصري أو لعدسة مقربة أو لمبعدة فهو يعتبر عن خط مستقيم دون انحراف. ظاهرة التقريب والتبعيد. ظاهرة التقريب إذا اعتبرنا حزمة ضوئية بعدسة مقربة كونفيرجون فإن هذه الحزمة تتقارب بعد خروجها من، شوف كيجيو في عدسة كونفيرجون تلقاوه في نقطة. وهنا ظاهرة التبعيد ديفيرجون، كيجيو أشعة ضوئية، جاو أشعة ضوئية يتباعدوا، هذا مكان في الأشعة الضوئية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.